ناس عبدة وناس اسفي، ناس العيطة. بلاد عبدة بلاد العيوط. اليوم غنطلعوا على تاريخ موروثكم الثقافي الشعبي اللي كيذكرنا بقصة مرأة فحلة مناضلة عبدية زيدية حاربات القياد والسلاطين، وقفات في وجه العار والجور والظلم وهزت اخطر من السلاح. المرأة الشجيعة اللي انتقدت الفاسدين والحكام الظالمين بالزجل والكلام المتقون والموزون والمعاني. خربوشة الغياتية واللي هي بداتها تاريخ كانوا خاصهم يقريوه لينا في الاعدادي، وتسمى بها شوارع اي مدينه من المدن المغربيه. خربوشه او حاده الغياتيه او حويده الزيديه او زرواله او الكريضه اللي سميتها الحقيقيه حاده، وتسمت بخربوشه حيت كانوا في وجهها تقابي ديال بوشويكه، والكريده حيت كان شعرها كرد بزاف، وزرواله حيت عينيها زورق. قصتنا غتبدا فاش غيموت مولاي الحسن الاول سنه 1894. حسن الاول اللي كان متبع سياسه التقشف، يعني ما نخسروش الفلوس بزاف ونزيدوا في الضرائب باش نعالجوا الازمه الاقتصاديه، باش ما نحلوش الباب للتدخل الاجنبي ويطرى البلاد بحال اللي طرى لمصر وتونس في ذاك الوقت اللي كانت اوروبا هي اللي كتحكم فيهم ماليا. مولاي الحسن الاول كان مناسب مع القايد عيسى بن عمر حيت مزوج بمرت باه. داكشي علاش القايد عيسى بن عمر كان اللي الدليمنه ديال السلطان مولاي الحسن، والقايد عيسى بن عمر هو الضيف والبطل ديالنا اليوم، هو ولالا خربوشه. ملي مات مولاي الحسن الاول كان ولدو عبد العزيز باقي صغير، داكشي علاش با حماد هو تولى الحكم، وهذا الشيء راه هضرنا عليه في الفيديوهات اللي فاتوا، ولكن لا ضرار في التكرار. نعاودو باش نفهمو مزيان، حيت حنا في المدرسه ما قراوناش على شي حد سميتو با حماد، قرينا من مورا الحسن الاول ولدو عبد العزيز شد الحكم. ركزوا معايا، مولاي الحسن الاول عنده 27 ولد اللهم بارك، والكبير فيهم مولاي محمد اللي معروف بمولاي الاعور، حيت ديما معورهم زبلها، كان معكس وديما كيخالف القوانين والاحكام الشرعيه. داكشي علاش قبل ما يموت مولاي الحسن الاول وصى على ولدو عبد العزيز هو اللي حكم من موراه، واخا كان طفل صغير يلا في عمره 12 عام. وملي مات السلطان الحسن الاول نظموا معارضات رجال الدوله ورؤساء ومندوبين وعلماء البلاط، ما قبلوش، قالوا او كيفاش هادشي كيدرسوا ليها بعلوك وزقوا لي حكمنا، سبحان الله رجوع الله. ومشاو لمراكش باش يبايعوا مولاي محمد. هنا ناض با حماد اللي هو الصدر الاعظم والحاجب جمع الجيش وشيوخ الزوايا، قال لهم زقاو راه الملك الحسن الاول ما ماتش، غير مريض بزاف وشد الفراش، وبزز عليهم يبايعوا مولاي عبد العزيز، واللي ما بغاش وعارض كيدخلوا الحبيبيس. وبقى با حماد كيسير الدوله بما يكبر مولاي عبد العزيز وفرض ضرائب على القياد، ولكن القياد مالهم منين غيجيبوا هاد الفلوس؟ ناضوا تا هما فرضوها على القبائل ديالهم، ومنهم القايد عيسى بن عمر اللي غيفرض حتى هو الضرائب على قبيلته ولاد زايد اللي كانت اصلا مكحطه فقيره ما عندها لا فلاحه لا غله. وداك العام كان عام المرض والجوع والجفاف والقحط، بنادم ما لقى ما ياكل كيموت غير بالجوع، وهو باغي يعطيوه الفلوس منين؟ وهنا غتبدا العداوه ما بين ولاد زايد والقايد عيسى بن عمر اللي كان قيد أبا عن جد، سلالته تبارك الله كل قياد. تزاد عام 1842 بالضبط في دوار ولاد محمد قبيلة البحاثرة في منطقة عبدة في ديور المخزن. القايد عيسى واخا ما قراش اللوحه في الجامع كان فاهم وقافز ياكل من العينين، كان شديد وقويصح وفيه التخرويض والتنوعير والقوالب وتحرميات، ولكن كان زهواني عزيز عليه العيوط والعيطه والنشاط. والله يا ربي حكامنا كاملين فيهم ديفو واحد عزيز عليهم الزهو، داكشي في الدم الخوت الله غالب. القايد عيسى بن عمر مدمن جلسات العيطة والولائم الكبيرة والسهرات والنساء، وهذا الشيء راه خاصو الفلوس السي القايد الزهواني، خاصو مال كتير. وكما العادة هو غينوض يفرض ضرائب كبيرة وكتيرة على قبيلته ولاد زايد. شوفوا راه خاصكم صافي تحفظوا هذه القاعدة، اي واحد عنده السلطة وخاصو باش يزها مع راساته خاصو ولا بدا مسكين يستنزف الشعب.
ومالو حشومه منين بغيتو يجيب الفلوس مسكين يقاطع الزهو الملذات ديالو؟ لا ما يمكنش، حشومه امبوسي. ايوا ولاد زايد ما لقاو ليه جهد، ما عندهمش مساكن فين يجيبوا الفلوس، نصهم ماتوا غير بالجوع. ولكن القيد عمر زامتهم، قال لهم خلصوا الضرائب، حيد ليهم الخيل والسلاح، ناضوا هربوا. وهذا العام تسمى بعام الهروب. وناضوا كتبوا رساله لمولاي السلطان عبد العزيز كيتشكاو فيها من القيد عيسى بن عمر والظلم ديالو عليهم. وهنا غتكون بداية انتفاضة قبائل ولاد زايد اللي استمرت لمدة 6 شهور، وكانت بداية حرب ضد القائد عيسى بن عمر وضد الحكام والسلاطين الفاسدين. ولاد زايد ولاو كينظموا هجومات على ممتلكات القائد عويسى والاعوان ديالو، وهو ما يقدرش يواجههم ولا يحاربهم، حيت في ديك الوقت كان المغرب في عام السيبه كيتحارب من بزاف ديال الجبهات. كان حدو كيصيفط لهم رسائل الهدنه والصلح وكانوا كيرفضوها. ناض السلطان عبد العزيز وجه رساله لكاع القياد باش يعاونوا القايد بن عمر بالرجال والسلاح باش يقدر يقضي على ولاد زايد. السلطان اللي صيفطوا ليه ولاد زايد مساكن قالوا ليه راحنا مقهورين ومحقورين ومعدي علينا هاد القيد، شوف لينا سيدي مولاي حل، هضر معاه وعاقبه. ناض هو كيوصل القياد الاخرين يعاونوا عيسى بن عمر عليهم هما المظلومين. لا اله الا الله. يشتكوا ظلم القائد للسلطان فارسل التعزيزات للقائد لقمع المقموعين. تاريخ حافل، تاريخكم يا سلاطين مشرف. شكوى له. ولاد زايد مشاو واحتموا بمقبرة رباط أسفي وبالضبط في حرم الشيخ أبي محمد صالح، تخبوا تما. القايد بن هيمة ما قدرش يتهجم عليهم في داك الحرم، ولكن القايد عيسى كان واعري كبير وذكي، نضر ليهم كيدا، نضر ليهم واحد التقوليبه باش يخرجوا لعنده. صيفط ليهم مرسول قال لهم خاصنا نتلاقاو ونهضروا ونتفاهموا، واللي عنده كلام يقولوا، اللي ضر شي حاجه يقولها، وديك الساعات نناقشوا ونتفاهموا ونشوفوا شروط كل واحد ونصلحوا ما بيناتنا باش نوصلوا للهدنه والصلح. ولاد زايد مساكن تيقوه وداروا النيه وباتوا مع الحيه ونساو بلي عويسه ديب وكيتبلحس كيتمسكن حتى يتمكن. وقال لهم نتلاقاو في المكان المعلوم، دار معاهم يتلاقاهم في مخزن واحد الشخص اسباني سميتو خورخيب اسفي، ويجيو بلا سلاح حيت هادي هدنه. الساعه اللي وصلوا ولاد زايد جبروا رجال القيد مسلحين مزيان، هجموا عليهم وقتلوهم، وكانت مجزره كبيره وكانت حتى فوضى عارمه في الشوارع ديال اسفي بين الناس اللي هاربين من القيد ورجال ديالو وبين الناس اللي كانوا مساكن على برا كيتسناو نتائج الصلح. ومات بزاف عدد كبير ديال الناس بسبب الزحام والتدافع في الشارع. داكشي علاش هاد العام تسمى بعام الرفسه. القايد بن عمر صافي تهنى من ولاد زايد بمره، غدرهم وقتلهم وصفاهم من الدنيا، ولكن بقى الذاكره حيه هربات للشاويه اللي هي خربوشه، اللي شافت وعاشت هاد حادثه الغدر وشافت المجازر والجرائم اللي خلفها القايد عويسه بقبيلتها. هربات وتحامات عند خوالها في الشاويه، تحيه لولاد الشاويه، وبدات كتوصف وتعاود ليهم الظلم والطغيان ديال القايد عيسى بن عمر وتشوه السمعه ديالو بين القبائل الاخرين، وكيفاش غدر بقبيلته وصفاها ليهم ما رحمهمش. خربوشه كانت كتنظم شعر في هجاء القايد عيسى بن عمر وكتحرض به ولاد القبائل الاخرين وتشجعهم يحاربوا ويثوروا في وجه عويسى بحال ولاد زايد. القصائد اللي كتقول فيهم وليام مريم ايام القهرة والظلام، وفينك عويسة فين الشان والمرشان، شحال غيرتي من عباد شحال صفيتي من سياد، بلا شفقة وبلا تخمام. هاد الكلام ولا كلشي تغنى به، الصغير والكبير في السواق والعراسات والمواسم وفي الختانه والسبوع. ايوا القايد عيسى بن عمر هاد الكلام نهش ليه لحمه، العافيه والغل شاعلين ليه في قلبه. قتلاتو خربوشه بسم كلامها والمعاني، اللي ما عنده سيدو عنده لله.
السياسة عندما تحتاج للكلام اسأل الرجال، وعندما تحتاج إلى الأفعال والتغيير فعليك بالنساء. لالا الكريدة حداتهم لسيدي القيد عيسى بن عمر، وزادت عطاتو العصير في كاس كبير وقالت أسير عيسى بن عمر أو كالجيفة ويا قتال خوتو ومحل الحرام أيلي ألباس لباس هاك الدق بلا قرطاس، هاك الدق بلا قرطاس. السلطان صفة مرسول يجيب ليه خربوشة، ولكن القيد عويسة حالف عليها، ناض صيفط واحد الرباعة باش يتلف ويوضر داك المرسول، وصيفط جنود يحضروا ليه حادة الزيدية اللي هي خربوشة. وفاش جابوها ليه دخلها للحبس اللي كان الحارس ديالو الشايب اللي وصاه القايد عيسى بن عمر يعذبها عذاب شديد ما يحنش فيها، وداك الشي اللي دار ضربها وعذبها وراها النجوم بالنهار. وهنا قالت للشايب قولوا للشايب يا الشايب راه الفرق عايب. والو الشايب قاطع يدو رحمة الله مرحمهاش زاد عذبها. وهنا خربوشة زوجات القايد عويسة في بنته اللي عزيزة عليه السعدية، وقالت السعدية طلبي بوك عليا إلا أوتيتي سمح ليا، وخا قتلني وخا خلاني مندوز بلادي راني زيدية. وزوجته تف ولد حمد وقالت ها هو يا سيدي حمد ها هو يا حرش العيون ها هو ها هو. وزوجته تف ولدو دريس وقالت يا سيدي دريس ها هو يا تاع الكويس ها هو ها هو. وزوجات الطفل أولياء الصالحين تهما وقالت نسالك بالمعاشي سيدي سعيد مول الزيتونة، والقدميري سيدي عمر مول الحمرية، وسيدي حميد مول الوظيفة. وهنا اختلفوا الناس، كاين اللي كيقول ملي خربوشة بقات صامدة وما استسلماتش وخا عذبها الشايب ما دازتش بلادها. القايد بن عيسى عجباتو الشخصية القوية ديالها والشجاعة اللي فيها، داكشي علاش عشقها وحبها وبغاها وقرر يتزوج بها وخا هي ما بغاتوش. وفي النهار عرسهم قال لها نوضي غني ليا، حيت كما كتعرفوا عيسى بن عمر كتعجبو العيطة وباغي مرتو تغني ليه ما فيها باس. وملي ناضت خربوشة غنات وعايراتو بالعيوط ديالها اسير عيسى بن عمر وكال الجيفة اقتال خوتو يا محل الحرام. ومع الحضور والضيوف حافظين كلشي يغنيها. ايوا عويسى بن عمر مرضاش ومشى عيط على الشايب يكمل عليها يعذبها تموت. وناس اخرى كتقول بلي ما كاين لا حب لا بغو لا تيري. السيد جاب خربوشة من قبيلة خوالها، ديك الساعات مازال دفنها حية، وقفها وبنى لها 4 الحيوط قدا في الطول وقدا في العرض وسقفهم وبقات هكاك تماتت. خربوشة تقتلت بطريقة وحشية اللي ساهمت باش تبقى قصتها محفورة في قلوبنا وعقولنا وراسخة في تاريخ المغرب. وشهيدة عبدة خربوشة رمز المقاومة والصمود، وكل الفاسدين الجدد يدعمهم فاسدون قدامى، والشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والناهبين لا يعتبر ضحية بل شريكا في الجريمة. عرفتكم غتقولوا لي اجب كالتومه حتى تدوي في الحكومه، غنقول لكم داكشي اللي قال ابن خلدون اذا عم الفساد في الدوله فان اول مراحل الاصلاح هي الفوضى. هاد القصه خربوشه للموعظه والفائده، وباش ديري فيك النفس شويه المريوله. ما معاناش لا في المقاطعه لا في المظاهره، ما فيها باس الا حسيتي بالوضعيه ودرتي هاشتاغ لا لغلاء الاسعار ورجعي ديك الساعات كملي الشطحه ديالك في تيك توك عادي. وتحيه لبنت خويا هاجر اللي كانت داخله البلوك تفتح على كتفها وكتغني الخربوشه وخرجت وباقي شد فيها البنج وكتغني اسير عيسى بن عمر قتل خوتو او كال الجيفه يا محل الحرام.